السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وتصريح أقل ما يوصف إنه هو متخلف وجاهل وينم عن غباء غير محدود. الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي طلع قال أغلب البنوك قياداتها ناجحة وإرداراتها ناجحة عشان هم زملكاوية. طب يا سيدي، أول حاجة، طب ما دام انتوا زملكاويه وناجحين وجامدين قوي كده، ناديكوا بيغرق ليه في الديون وايقاف القيد والفلوس اللي عليكم والديانه اللي هيقفلوا لكم النادي؟ ده حاجه التانية، تصريحك ده اقل ما يوصف كمهنيا ان هو متخلف عقليا. انت لو عايز تضرب البنك الاهلي في ودايعه وعملائه مش هتعمل كده، مش هتطلع تقول كده، لان انت زي ما انت قلت اغلب القيادات يا عم زملكاويه. طيب يا عم، الشعب اللي هو الغلبان اللي زينا، الناس الطيبه اللي زينا، او 80-90% منهم اهلاويه. ابسط حاجه، هروح اعمل حاجه كده زي كده، اروح جايب كارت البنك الاهلي ده، اروح مكسره واروح الغي حسابي يا باشا هناك وخلاص، وكان الله بالسر عليه. بس جماهير الاهلي عندها وعي. اولا انت دمرت او دمرت مصداقيه وعملت دعايه سيئه للبنك الاهلي. البنك الاهلي اللي مؤسسه هو رحمه الله عليه الوطني طلعت حرب، اللي هو احد رموز النادي الاهلي الاهلاوي. فتصريح اقل ما يوصف ان انت غبي. وهي دي عقليات الزملكاويه، شايفين نفسهم احنا نسوق ريال مدريد، وهم اصلا اخرهم يسوقوا كفر ابو قتاته، مع احترامي للناس ابو قتاته يعني. هي دي عقليات المسؤولين في الزملكاويه. تصريح ممكن يأجج مشاعر الفتن والتعصب تاني بين جمهور النادي الاهلي والزمالك، وتحصل كارثه لا يحمد عقباها. يعني انت مش ضربت ان البنك الاهلي في مقتل، لا ده انت عملت تصريح سيء صحفي استفزك مهنيا. يا عم انا هقول لك، انا واحد جمهور النادي الاهلي، انا بشجع النادي الاهلي، انا راجل شغال مستشار مالي عندي 40 سنه، خريج بكالوريوس تجاره. انت ضربت البنك الاهلي في مقتل. ابسط حاجه لما تتسأل سؤال اتعلمناها في خصوص حاجه زي مثلا تخص الدين او السياسه او كوره، لا ما دخلهاش في ايه، في معايير المهنيه بتاعت الشغل. لكن انت لا، انا بكل فخر انا زملكاوي واحنا اللي بندير البنك وبتاع. طب البس عشان خارجين. هو ده ابسط كلمه هتتقال لك يا باشا. ابسط حاجه، المودعين لو اهلاويه، طب يا باشا انا عايز افك شهادتي وعايز اخسر وخلصت الكلام. انت دمرت مصداقيه البنك، ده اول حاجه. خليت البنك اتعمل له دعايه سيئه وصوره سيئه، يقول لك لا ده بنك الزملكاويه، طب خلاص يا باشا انا نقفلها لكم. اوعى يعني نصيحه، اوعى تعادي جمهور النادي الاهلي، لان ابسط عيل في جمهور النادي الاهلي هيطلع يرد على تاريخكم المزيف لاي حد زملكاوي. وللاسف عقلياتكم هتفضل زي ما هي دي عقليات الزملكاويه. احنا جامدين، احنا مفيش زينا، احنا ريال مدريد. وفي الاخر انت عليك وقف قيد، عليك فلوس، الديانه بتجري وراك، هيقفلوا لك النادي باذن الله. يعني انا بدعو جماهير النادي الاهلي، لو حد ليه حساب في البنك ده يروح يقفله، خسروه لهم. ما دام هم بقى قياداتهم او الناس اللي مشغلينهم عندهم في البنك زملكاويه وبيتريقوا على الناس والنادي الاهلي ومبادئه والكلام ده، يا ابني ده انت يا راجل استحي يا راجل. ده انت مؤسس البنك ده، واحد من رموز الوطنيه ومن رموز النادي الاهلي رحمه الله عليه طلعت حرب باشا. للاسف تصريحات الزملكاويه تنم عن عقليتهم هم، وما تلومش عليهم ولا على جمهورهم بعد كده، عشان هي دي تصريحات المسؤولين عندهم وتصريحات الجمهور عندهم. للاسف يا جماعه، الناس هناك في الزملكاويه، لو عندك، هل انت شفت مثلا مسؤول من النادي الاهلي طلع هان حد من الزمالك او من رموز الزمالك؟ خالص اطلاقا. الله يرحم اللي كان بيهين رموزكم وامهاتكم. يلا، هو ده نادي الزمالك. السلام عليكم.